شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأسعارها وأهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان الأجواء الرمضانية مع الحضارة الإسلامية حاجة كده منتهى الجمال، أجواء هتاخدك في حتة تانية، أجواء مصر القديمة. شارع المعز من أقدم شوارع القاهرة، عبارة عن متحف مفتوح للآثار، هتنبهر بكل تفصيلة هتشوفها في الشارع ده. هناك هنلاقي صاحب السعادة، والمكان ده حلو جدا جدا، أجواء كلها روحانيات كده. تفطروا وبعدها تتمشوا في شارع المعز وتستمتعوا بالأجواء الرمضانية الجميلة، فوانيس في كل مكان والناس ماشية فرحانة ومبتهجة من جمال الأجواء، وتاخدوا أحلى وأجمل صور. وممكن بقى تروحوا تاخدوا كوباية الشاي في زينب خاتون أو أم كلثوم. طبعا في مطاعم واماكن سهرات وقعدات حلوه جدا كتير في شارع المعز، بس انا هقول لكم مكان او مكانين في كل منطقه علشان ما اطولش عليكم قوي. لو حاسين ان الفيديو مفيد ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات تانية كتير. تاني مكان بقى هو المقطم، أعلى قمة في القاهرة، بتشوفوا مصر كلها من هناك، فيو أكتر من رائع. وفي أماكن كتير طبعا هناك تفطروا فيها. في مكان اسمه كايرو فيو على جبل المقطم، هتعيش تجربة فطار وسحور مختلفة تماما. كمان في مكان مطعم اسمه القاهرة 30 معروف جدا، أكله بجد خطير برضو، ممكن تجربوه. هو الفيو بتاعه مش على المقطم على طول، يعني مش هيبقى نفس الفيو بتاع كايرو فيو، بس انتوا ممكن تفطروا هناك وتروحوا تاخدوا مشروبكم في أي مكان تكونوا شايفين مصر كلها من هناك. المقطم فيه أماكن كتير جدا حلوة قوي ومطاعم وكافيهات كتير. لو عايزين تسألوا أي سؤال أو عايزين حاجة معينة ممكن تسيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. طيب هنروح بقى لأعظم وأقدم مكان عندنا، الأهرامات. منطقة الأهرامات فيها مطاعم كتير جدا، وحقيقي الفيو بيكون حلو قوي. الأهرامات بتكون قدامك على طول فيو كامل. في 9 بيراميدز لاونج وفي هيفن لاونج، المكانين دول بيكون فيو على الأهرامات على طول. مطاعم طبعا كويسة جدا. تقدروا لو حابين يكون الفيو الأهرامات ومكان حلو وتقدروا تاخدوا صور حلوة قوي، فالمكانين دول حلوين جدا. مش بس كده، جايلكوا بقى بحاجة جديدة وحاجة حلوة جدا ومختلفة ومش ناس كتير لسه تعرفها. في خيمة رمضانية في المتحف المصري، خيمة المشرفية. أجواءها حلوة جدا جدا، فقرات وناس بتغني وبجد قعدات لذيذة جدا، أجواء بجد تحفة. يعني لو انتوا رايحين تتسحروا هتشوفوا المتحف بالليل والأنوار بقى في المتحف، هتتصوروا جنب بجد الأجواء هناك بتكون جميلة جدا. كمان بيكون الفيو على الأهرامات، فبتشوفوا الأهرامات كمان، بتاخدوا أحلى صور هناك. طيب لو عايزين بقى تفطروا او تتسحروا على النيل، في مكان اسمه فولوس على النيل وبيكون فطار اوبن بوفيه، مكان جميل جدا والفيو طبعا مش محتاج ان اوصفه. مكانه بيكون في المانيال، وطبعا النيل يعني في كل الاماكن اللي على النيل بيكون فيها مطاعم وكافيهات حلوة جدا واماكن كتير قوي. فبرضو لو حابين تسألوا عن اي مكان او في مكان معين فسيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. كمان لو حابين بقى تجربة مختلفة وحابين تفطروا وانتوا بتعملوا جولة في قلب النيل، ففي كافيه لوكا. ده بيكون في لوكا في النيل، وبتكون عاملة أجواء رمضانية حلوة قوي. يعني لو انتوا كابلز أو عيلة أو حتى جروب شغل فبيكون اختيار حلو جدا. طيب بالنسبة بقى للناس اللي في التجمع أو زايد أو العبور أو الأماكن اللي بعيدة عن القاهرة ووسط البلد، في قرية غزال الريم. القرية دي يا جماعة حلوة جدا وأكلها حلو جدا، جودة وسعر ممتازين. كمان أجواءها بتكون تحفة جدا، أجواء رمضانية حلوة قوي في القرية دي. كمان ليها فروع في كذا مكان، في فرع في التجمع الخامس أمام الجامعة الألمانية، وفي فرع في الشيخ زايد جنب محمية قبة الحسن، وفي فرع في وصل الدهشور، وفي فرع في العبور خط 10 بجوار مستشفى فريد حبيب. القرية بجد حلوة قوي وهتتبسطوا قوي، وبيعملوا صواني حلوة قوي لو انتوا بقى عيلة أو جروب كبير شوية، فهم بيظبطولكوا على عددكوا أو البادجت بتاعكوا، بيظبطولكوا حاجة مناسبة وحلوة جدا. عايزة بقى أقول لكم على مكان مميز قوي قوي في السحور، وهو طبالي.
بجد من أجمل الأماكن اللي جربتها، خدمة وسعر وأكل وجودة، كل حاجة حلوة عندهم. يعني هتتبسطوا. الأجواء الرمضانية كمان هناك حلوة جدا، الفايبس بتاعت المكان جميلة. كمان طبالي مميز قوي في أطباق كتير زي الفول والطعمية المحشية واللبنة وعندهم طبق بيض كده مميز قوي، أنا ناسية اسمه بس بجد حلو قوي. بجد تجربتي كانت في فرع التجمع، كانت تجربة حلوة جدا. هم كمان ليهم فروع في القربة والزمالك ومدينتي، وكمان السنة دي عاملين خيمة في زقارك في التجمع وعاملين خيمة في زايد. طبعا مش دي بس الأماكن اللي بيكون فيها أجواء رمضانية وكده، لأ، القاهرة كلها، مصر كلها بتكون الأجواء فيها حلوة قوي. أي مكان هتختاروه، أي مطعم هتروحوه، بجد بتكون الأجواء جميلة قوي. الأجواء بتاعت مصر عموما دايما مصر مميزة في النقطة دي. الأجواء الرمضانية عندنا مختلفة عن أي مكان تاني، يعني أي مكان هتختاروه هتتبسطوا فيه. لو انتوا عايزين مثلا تسألوا عن حاجة معينة او مكان معين تروحوه، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. كمان القربة من الأماكن المميزة قوي. يعني أنا عندنا في قناة فكرة وسفرية بتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية أو خارجية، وأفضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر، سواء بحر أبيض أو بحر أحمر، وترشيحات الفنادق وأفضل الرحلات وأماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ويهمني جدا ان اعرف رأيكم في الكومنتس. لو عندكم اي سؤال بخصوص السياحة والسفر او عن اي فندق معين، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.